السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إزيكم أصحابي عاملين إيه؟ أهلا وسهلا بكم. أنا شيماء ودي قناتي شيماء دروس وأفكار وتعليم. في قناتي بقدم لكم كل ما هو جديد إن شاء الله وكل اللي أنتم بتدوروا عليه. بس في البداية ما تنسوش تصلوا على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هنعمل النهارده العيال طبعًا كل سنة وأنتم طيبين، دخلت رمضان والعيال طبعًا عايزين فوانيس، فأنا قُلت أعمل لهم حاجة بحيث إن هم يعني ما يعرفوش يكسروها وما تبُص على طول، يعني تفضل معاهم وقت طويل، فأنا قررت إن أنا أعمل لهم فانوس بالخرز. ده بقى الخرز اللي معايا اللي هو البينك والأبيض، ده مقاس 8، هنستخدم معاه خيط مقاس 6. والخيط النايلون ده كمان كان تخين يعني جامد، بس أنا كنت يعني حاباه لإن كان بيخلّي الشغل كده معايا متين. هنقص كده حتة طويلة ويالّا بينا نبدأ الشغل بقى، يالّا. بسم الله الرحمن الرحيم. الفانوس ده كان أخضر في أبيض، تمام. أنا هاعمل بدل الأبيض ده بينك، وبدل الخضرا دي أبيض، وبدل الأبيض اللي فوق ده برضه بينك، تمام. فإحنا تعالوا نشوف إحنا هنعمل مع بعض إزاي وكل حاجة بالتفصيل. هناخد من طرف الخيط كده هنحطه في واحدة بينك، أدي 1 أدي 2، ونحط التالتة اللي هي تبقى أبيض، ونحط 1 2 بينك برضه، والتالتة بيضة، وهنوسطنهم كده نخليهم في الوسط، تمام كده. هنوسطنهم نخليهم في وسط الخيط بالظبط، ونجيب طرف الخيطة اللي هي يم الخرزة البيضة دي اللي هي آخر واحدة احنا حطيناها، هنرجع فيها، تمام كده. احنا رجعنا فيها هي يا اصحابي، بسم الله. شوف العقدة بقى، شوف الفتحة دي بقى، دي اللي احنا هنخش منها من الخيط التاني. ادي الطرف التاني اهوت، هندخلها اهوت نشد بقى خالص علشان خاطر يعمل معانا الوردة الجميلة دي، دايرة جميلة سداسية. وندخل العقدة في قلب الخرزة، العقدة هتخش في قلب الخرزة. يا رب تكون العقدة باينة قدامكم يا حبايبي. العقدة هتخش في قلب الخرزة كده. احنا عملنا أول دايرة سداسية معانا، تمام. من هنا بيضة ومن هنا بيضة، ومن فوق ومن تحت بينك، تمام. هنكمل بقى، عايزين نعمل إيه 16 حلقة من دي، يعني عايزين نعمل 16 حلقة من دي. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. هنحط 2 بينك، حطينا 2 بينك وواحدة بيضة، وفي الناحية التانية في الطرف التاني أي طرف بقى مش هتفرق دلوقتي في الخطوة دي، مش هتفرق، بس بعد كده بتفرق. هنحط في الطرف التاني بقى واحدة بينك وكمان واحدة، يبقوا 2 بينك كده، ونرجع في الخرزة البيضة اللي هي معاهم التالتة دي، هنرجع فيها علشان خاطر كل حاجة يجي يا حبايبي يا صحابي على الطبيعة علشان خاطر المبتدئين برضو، ماشي تمام. هنرجع فيها ونعمل اللي هي العقدة عشان خاطر ناخد الخيط من الطرف التاني اهو يا حبايبي. خدنا العقدة ورجعنا في الخيط اهو. شوف العقدة هيت وتيجي شادين ودخلين فيه. هنعمل بقى من الدايرة السداسية دي 16 دايرة، يعني هيكونوا فوق بعد كده 16 دايرة كده. احنا عملنا كده 3 دواير كده 3 دواير سداسية. هنعمل كمان واحدة قدام حضراتكم علشان خاطر تاخدوا بالكم برضو منها. حطينا 1 بينك، 2 بينك، وواحدة أبيض، ادي كده 3 من الخيط يم ايدينا اليمين، ومن الناحية التانية هنحطه 2 بينك، 1 2. يبقى كده احنا معانا هنا من هنا 2 ومن هنا 3، ومعانا اصلا في قلب الدايره السداسيه اللي قبلها 1 كده. ردينا في الخرزه البيضاء، عملنا العقده اهو. شوفوا يا جماعه انا بوضحها لكم هنا خالص اهيت، وخدنا الخيط من الناحيه التانية وقفلناه. شوف العقده بقى بشد جامد بس علشان يدي برضو متانه. ده احنا عملنا 4 حلقات سداسيه. هكمل بقى ال16 حلقه وارجع لكم. كده احنا عملنا 15 حلقة، ورجعت معاكم علشان خاطر اوريكم ازاي بقفل وبعملها دايرة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 حلقة هما، تمام. هنقفل الزين بقى، عايزين نقفل. احنا معانا طبعا دي بيضة هيت، تمام، ومن هنا برضو خرزة بيضة، يعني احنا كده معانا واحدة بيضة من هنا واحدة بيضة من هنا. هنعمل ايه؟ هندخل في الخيط ده 2 بينك، ادي 1 ودي 2، ونقوم رايحين واخدين الخيط اللي احنا دخلنا فيه ال2 بين كده، مدخلينه في الخرزة البيضة برضو دي، تمام كده.
يا رب يكون الشرح موضح وكويس، يعني المبتدئين يعرفوا، كل حبايبي يعرفوا ان هم يستفادوا ان شاء الله. ومن الناحية التانية دخلت 2، ادي 1 2. هنرجع بقى في الخرزة ديت علشان خاطر اللي انا ماسكاها دي، هنرجع فيها اهو تمام. شوف الحلقة، ونقوم قافلين ونشد جامد وندخل العقدة جوه الخرزة علشان يدينا متان. تمام. الصف اللي بعده بقى هيبقى عبارة عن ايه؟ شوفوا يا جماعة، ادي المتانة اهيت، وهو مش ظابط معانا دايرة دلوقتي، يعني مش دايرة مظبوطة، بس هيظبط لما نطلع بالدايرة اللي فوق منها. الصف بقى اللي بعد كده هيكون عبارة عن خماسي على 2 وسداسي على 2، خماسي على 2 وسداسي على 2. تمام. هنمشوا الصف مرة خماسي ومرة سداسي بالتبادل، مرة خماسي ومرة سداسي على 2 وخماسي على 2، خماسي على 2 وسداسي على 2. تمام. هنعمل مع بعض الخيط طالع معانا من الخرزة دي هي يا جماعة. مش هنخش في الخرزة اللي هي ايه جنب منها، انا هنا مش هنخش في الخرزة دي، لا، احنا بنخش في زميلتها اللي طالع من تحتهم واحدة. بنخش في اللي عاملة زي ال7 دي يا جماعة. ماشي. يا رب تكون الشرح موضح ويعني كل حاجة باينة قدامكم يا حبايبي. هنخش كده في اللي هي عاملة زي ال7 دي. تمام اهوت. وحاولوا ان انتوا بتعملوا يا حبايبي، حاولوا ان انتوا تشدوا الخيط جامد علشان يبقى الشغل متين كده معاكم. تمام. عايزين بقى، احنا معانا البنك، طبعا احنا معانا 2 بنك من تحت، عايزين واحدة بيضة بتبقى واقفة عمود، هنحط واحدة بيضة وهنحطه بعدها واحدة بنك، وده خماسي على 2، يبقى احنا معانا 2 وحطينا كمان 3، يبقى احنا حطينا واحدة بيضة واحدة بنك وواحدة بيضة كمان علشان يبقوا واقفين عمود كده يا حبايبي. شوف اهو، وعملنا العقدة وربط. هنخش بقى في الاتنين اللي جنب منهم، الاتنين البنك اللي من تحت، ادي 1 وادي التانية في الاتنين يا حبايبي اللي تحت منهم واحدة برضو. الشغل كله هيمشي على كده، في الاتنين اللي تحت منهم واحدة. احنا معانا طبعا ادي 1، ادي 1 اللي هي العمود البيضة، 2 3، وده يبقى سداسي على 2، يبقى محتاجين 3. هيبقوا عاملين ازاي بقى؟ هيبقوا عبارة عن ايه بقى؟ 2 بنك اللي هم هيبقى من فوق، ادي 1 وادي 2، واللي هي بقى تبقى عمود اللي واقفة اللي هي تبقى البيضة. ادي كده دخلنا 3، رجعنا في البيضة وخدنا الخيط اللي من تحت ونشد. بأكد الشد جامد يا جماعة علشان خاطر الشغل يبقى متين معانا، وما تقلقوش خالص، الخيط ده ما شاء الله ما شاء الله جامد جدا جدا جدا، يعني ما بيتقطعش. ومنكم انا كنت بستعين في بعض الاحيان يعني باسناني علشان خاطر اربط يعني جامد يعني. بعد كده المره اللي بعدها بعد السداسي دي يبقى هنحط خماسي، هنخش في الاتنين البنك اللي من تحت اللي في الصف اللي قبل كده دخلنا فيهم، ادي 1 ادي 2 و3، بقى معانا 3 همت. والبيضه اللي هي العمود من قبل كده من الدايره اللي قبل كده هنحط واحده بنك بس علشان ده خماسي، واحده بنك. وبعد كده نحط البيضه اللي هي بتبقى في عمود، هنخش في البيضه، هنخش في البيضة اهيت، ونيجوا رايحين واخدين الخيط من الناحية التانية نشد جامد جامد يعني. هكمل الدور وارجع لكم حبايبي. انا جيت لكم هنا قبل ما اخلص الدور، بس الخيط كان خلص معايا وانا كنت محتاجه ان انا اوصل خيط تاني، فانا عايزه اعمل بقى ايه علشان اوصل الخيط. في الاول هاخد الخيط اللي هو معايا ده، هتوهه في كام خرزه من تحت كده يعني من اللي قبل كده. تمام. تويت الخيط في الخرز اللي ايه من الصف اللي قبل كده علشان خاطر يدي برضو متانة وما يطلعش معايا. وهنقص حتة خيط برضو طويلة كده، ادي الخيط اللي قصيناه حتة كبيرة يعني ما شاء الله. لو مش هتعرفي ان انت تشتغلي بالخيط الطويل قص قصير علشان ما يتخبلش. ماشي. اما بقى المحترفين الشاطرين يعني يخشوا يشتغلوا عادي باي لا معلش سوري، يشتغلوا عادي بالخيط الطويل عادي، ما شاء الله عليهم يعني.
إحنا كده هنخش هنعمل إيه بقى علشان خاطر ندي مكان للشغل برضه. خشينا كده من الخراستين البنك، الاتنين البنك اللي هم عليهم الدور اللي إحنا هنخش منهم، والبيضة اهيت اللي هي واقفة عمود، اللي المفروض إن الخيط بيبقى طالع إيه منها، اللي هي فيها العقدة أصلا. تمام، دخلنا منها أدي الخيط طالع اهوت يا جماعة. شوفوا ما شاء الله، أنا مبينة لكم كل حاجة في الكاميرا وبحاول إن أنا أوضح لكم، وعايزاكم تقولوا لي التصوير كده ما شاء الله والشرح يعني كويس كده ولا إيه. لو في أي تعديل اكتبوا لي تحت في التعليقات، وإن شاء الله أقدر إن أنا أوفيكم حقكم إن شاء الله بإذن الله. أنا كده ظبطت الخيط خليته في النص تماما. إحنا بقى هنكمل، ده كان سداسي، هنكمل بقى نعمل الخماسي، وأخلص الدور بقى، الدور اللي هو الدور التاني ده، وارجع لكم إن شاء الله نشوفوا إزاي هنقفله مع بعض سوا. هنقفل كده الدور يا جماعة اهو. تمام، احنا كنا طبعا بادئين بخماسي، انتهت معانا على خماسي، والدور اللي هو هنشتغل اللي هو هنقفل بقى، هنقفل بخرزة بدايرة سداسية. انا كنت اوريكم اهوت يا جماعه، دي الخيط طالع من الخرزه البيضاء، من الخيط اللي من تحت والخيط اللي من فوق من الخرزه البيضاء. هنخش طبعا في الاثنين اللي هما البنك، اللي هما نايمين من السطر اللي قبل كده، ادي واحد، وادي الخرزه التانية ادي اتنين. تمام، وهنخش كمان يا حبايبي في الخرزة البيضة اللي هي العمودية اللي هي كده. الخيط طالع معانا من ادي الخرزة البيضة دي والخرزة البيضة دي، والمرة دي الدايرة دي هتبقى الحلقة دي هتبقى سداسية، حاطين اتنين بنك. تمام، وهنعمل العقدة وكمان نربط ونشد جامد. ربطنا جامد يا حبايبي اهو. تمام، الخيط طالع كده من الخرزه ديت. هنخش في الخرزه اللي بعدها، اتفقنا ان احنا بنخش في الخرزه اللي بعدها اللي طالع من تحتهم واحده. تمام اهوت كده دخلنا فيهم يا حبايبي اهوت. تمام، دخلنا في اتنين. الدور ده هيبقى بقى خماسي على اتنين، دور خماسي على اتنين، ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، يبقى ده دور خماسي على اتنين. تمام، وخماسي على اتنين هنا معناه ان احنا بناخده خرزتين من الدور اللي تحتي وبنزود عليه لحد ما بيبقى خمسة. احنا عندنا الخيط طالع من الخرزة دي اهو. تمام، بنخش في الخرزة اللي في منها اللي طالع من تحتهم واحدة، اللي هي عاملة زي الايه السبعة كده. انا وضحتها لكم قبل كده في الدور اللي فات. تمام، الدور ده هيبقى عبارة عن ابيض كله. هنحط كام علشان خاطر يبقى معانا خمسة؟ معانا اتنين، هنحطه تلاتة، ادي واحد اتنين تلاتة، وهنرجع في اخر خرزة ونعقد العقدة. تمام، احنا هنضيق الدور ده علشان خاطر ايه يبقى نايم كده، علشان خاطر نعمل اللي هو الحز اللي هو في الفانوس ده، علشان خاطر نحطه اللي هي وحدة الصوت. هنمشي كمان نعمل خماسي برضو على اتنين، نكمل الصف كله وارجع لكم علشان خاطر وقت الفيديو ما طولش. عملت كده الدور اللي هو الخماسي على اتنين. تمام، شوفوا الشغل نام خالص كده ازاي يا حبايبي. شوفوا ما شاء الله، ويعني حاجة جميلة والألوان جميلة خالص. شوفوا احنا هنا الخيط طالع معانا من الخرزة البيضة اللي فوق دي، العمودية دي والعمودية دي. أنا دخلت الخيط في، هي كان طالع من دي، أنا دخلت في الحمر البنك والبنك التانية والبيضة اللي هي واقفة من الناحية التانية. زي ما بنقفل كل مرة بناخده علشان خاطر نحطه نلزق الصف ببعضه، بناخد أول خرزة احنا حطيناها خالص مع الخرزة اللي ايه اللي هي احنا حطيناها. تمام، احنا كده ده خماسي على اتنين، واحنا معانا اربع خرزات، هنحط واحدة علشان خاطر يبقى خماسي. الدور اللي بعده هيبقى عبارة عن رباعي على واحد. شوفوا كده ما شاء الله اتظبطت وبقت جميلة خالص. واحنا لو في اي حاجة مش مظبوطة هنعدلها، مثلا ندخل الخيط في شوفوا كده انا بوريكم وحدة الصوت هتتحط من هنا كده يا حبيبي. لو في اي حاجة مش مظبوطة هندخل الخيط بعد ما نخلص الشغل ونظبطه ونمتنه. هنعمل دور رباعي على واحد بعد كده، هيبقى كله باللون البينك، كله باللون البينك. تمام، رباعي على واحد. يعني ايه رباعي على واحد؟ يعني احنا معانا خرزة من الدور اللي تحت، هنحط قد ايه كام خرزة علشان خاطر يبقوا اربعة؟ هنحطه تلاتة علشان خاطر يبقى اربعة، وهنمشي الصف كله كده. الدور ده بقى هنعمله دور لونه بينك. هنحتاج قد ايه؟ نحتاج 3 خرزات، هنحطه ادي واحد اثنين تلاتة اهوت، وهنرجع في الأخيرة ونعمل الايه العقد. نعمل العقدة كده تمام ونشد جامد. هنحط بقى معانا كده خرزة طالع منها الخيط، هنحطه في الخرزة اللي جنب منها اللي هي البيضة من الدور اللي تحت. يبقى كده معانا خرزتين على الخيط. ما تنسوش تحطوا اللايك وتشتركوا في القناة علشان خاطر يوصل لكم كل جديد ان شاء الله بإذن الله، وتستفادوا بإذن الله. وإن شاء الله تكتبوا لي تحت في التعليقات كده يعني الشرح كده مبسط وباين لكم كل حاجة، ولا نوضح أكتر ونعمل أشكال أكتر وأكتر، وأنتم معايا إن شاء الله بإذن الله عيلتي هتكبر بكم أكتر وأكتر بإذن الله.
هنحط احنا معانا كده 2، هنحطوا 2 كمان عشان خاطر يبقى رباعي، ونخش في آخر خرزة برضه عشان خاطر نعمل العقدة. وهو كده عملنا العقدة، كده عملنا 2 دايرتين أو وردتين من الدور اللي هو رباعي على 1. هنكمل الدور ده ونرجع لكم. جينا بقى علشان نوصل السطر ببعضه أو الدور ببعضه، جينا في آخر خرزة الخيط طالع معايا من الخرزة دي، هنحطها في البيضة اللي تحت والبنك اللي هي العمودية دي. تمام. يبقى كده احنا معانا 3، ادي 1 2 3. هنحطوا خرزة واحدة بس علشان خاطر يبقوا 4 دور رباعي على 1. حطينا وهنرجع فيها ونعمل العقدة، وهنشتغل السطر اللي بعده كمان رباعي على 1. وانا ده هعمله مع نفسي كده علشان خاطر وقت الفيديو ما يطولش، ونرجع لكم نشوف هنعمل ايه بعد كده. حبيت بس اوضح حاجه ان الالوان اللي انا هشتغل بيها، انا مش هشتغل بينك تاني، لا هو انا هخليها بينك بس هتطلع على ابيض. يعني ازاي؟ يعني هنحط واحده بينك هتبقى عموديه، واللي هي هنشتغل بيها في الدور اللي بعد كده هتبقى ابيض، يبقى واحده بينك وواحده بيضه وواحده بينك كمان علشان تبقى عموديه. تمام. كده احنا حطينا 3 علشان خاطر هيبقى برضو رباعي على 1 زي ما قلت لكم. اهوت ادي رباعي على 1. كده احنا حطينا واحدة بينك واحدة بيضة واحدة بينك، كده رباعي على 1. هنعمل ايه علشان خاطر برضو هنخش في الخرزة اللي جنبي منها. تمام. علشان خاطر برضو هنخش في خرزة واحدة، يبقى كده طالع عندنا من بينك والبينك دي، من البينك العمودية والبينك اللي في الدور اللي قبله، هنخش بأبيض وبينك، ونرجع في الخرزة البينك ونعمل العقدة ونشد جامد. هخلص بقى وارجع لكم. وكده احنا خلصنا الدور اللي هو الرباعي على 1 التاني، وقفلنا بآخر خرزة اللي هي الخرزة البيضاء. تعالى بقى هنخش هنعمل خماسي على 1 علشان نبدأ ان احنا نفتح الشغل، وهنعمله برضو بلون أبيض. هنعمل خماسي على 1 علشان نفتح الشغل كده. تمام. هنعمل ازاي بقى خماسي على 1؟ يعني هناخد خرزة واحدة من اللي هو الدور اللي تحت ده اللي هي البيضة اللي احنا عاملينها، وهنعمل فوقها كيم علشان يبقوا 5. هنحط 4 علشان خاطر يبقوا 5. تمام. الدور ده كله هيبقى خرزة بيضة، هنحط 4 خرزات أبيض. حطينا كده اهو 3، هنحط كمان واحدة اهو. تمام. يبقى كده 4. هنخش في آخر خرزة، وانا طولت الخيط يعني طولته جامد خالص المره دي، فكان ملخبط معايا الشغل. بس يعني انا ما عملت كده قبل كده فوانيس وحاجات قبل كده، فعشان كده يعني ضريت بقى ان انا اطول الخيط او اقصره، يعني مش فارقه معايا. بس المبتدئين نصيحه بنعمله بالخيط الصغير لحد ما نضرب، بعد كده ان نطول زي ما احنا عايزين في الخيط خالص. كده احنا عملنا ادي كده خماسي على 1. هنكمل الدور كله ان شاء الله كده ونرجع لكم باذن الله، بس هيكون كله دور ابيض ان شاء الله، هيبقى كله ابيض. وهرجع لكم في اخر خيط نشوف احنا بنقفل ازاي مع بعض. ورجعت لكم يا حبايبي، وده كان دور خماسي على 1. هنا احنا معانا ادي الخيط طالع من الخرزة ديت، هنخش في الوحدة اللي نايمة والوحدة العمودية كمان. تمام. وهنشوف احنا محتاجين كام خرزة علشان خاطر نكمله خماسي على 1. ما تتركوا في القناة عشان خاطر يوصل لكم كل جديد بإذن الله. هنا كده احنا دخلنا في الخرزة النايمة هي، وهخش في العمودية كمان التانية علشان خاطر نشبك الدور ببعضه. كده دخلنا في الخرزة اللي هي العمودية. كده هو كان معنا خماسي على 1. ده معنا كده 3 خرزات، 2 عموديين وواحدة من السطر اللي قبل كده، هنحط 2 ونرجع في آخر واحدة. تمام. ونعمل العقدة. عايزاكم كده تكتبوا لي يا حبايبي في التعليقات يعني عايزين مثلا اشكال فوانيس كده يعني، وانا ان شاء الله باذن الله اقدر ان انا اعملها لكم باذن الله. شوفوا ما شاء الله الشكل بقى جميل ازاي، وتناسق الالوان وجميل، حاجه جميله خالص ما شاء الله. هنعمل بقى بعد كده الدور اللي بعد كده هيبقى سباع على 2. سباع على 2. ويعني ايه سباع على 2 يا جماعة؟ هناخدوا 2 من الدور اللي قبل كده وهنحطه كام علشان خاطر يبقوا 7. هنحطه 5 عشان خاطر يبقوا 7. انا هنا هبدل اللي هو اللون الاخضر ده، مش هحطه ابيض، هيبقى كله ابيض.
مش هحط ايه اخضر، هخلي مش هحط بينك، هخليه كله ابيض. كده احنا معانا واحدة هي الخيط طالع من هنا، هنخش في الفرحة اللي هو طالع من تحتها واحدة اهوت. ويعني عايزة اقول لكم لو في ابرة يعني بتلتضم يعني تتلضم في الخيط برضو هتفيد المبتدئين جدا جدا برضو. يعني ساعات بيبقى في الاخرام بتاعت الخرز ضيقة، اللي هو الخرم الخرزة البيضة دي كان خرمها اوسع من الخرزة البنك، كان ما شاء الله مساعدني. هنحطه بقى في الخيط 4 خرزات ابيض. انا كده حطيت ادي 1 2 ادي 3 ادي 4 ادي 5، حطيت كده ال5 اهمت يا جماعة. تمام، هنرجع في اخر خرزة. تمام، وهنربط ونعمل ايه العقدة بتاعتنا. تمام، ونشد الخيط جامد علشان ما شاء الله يبقى الخيط ايه متينة. عايزاكم تقولوا لي برضو في التعليقات يا حبايبي ان اللون احسن، يعني البنك احسن ولا الاخضر احسن، يعني ان اللون احسن. وان شاء الله نعمل فوانيس باشكال تانية، ونعمل واحد كبير وان شاء الله للبلكونات وكده باذن الله. كده احنا دخلنا في الخرزتين النايمين اللي بعد كده اللي طلع من تحتهم خرزة، وكان معنا خرزة على الخيط طالعة اساسا. تمام، هنحطه يبقى احنا كده معانا 3. هنحطه كام علشان خاطر يبقى معانا 7؟ هنحطه 4. تمام، حطينا كده 4 ودخلنا في الخيط في الدايرة ونعمل العقدة. العقدة يا جماعة شدينا جامد خالص، وهكمل بقى الدور وارجع لكم. ورجعت لكم كده يا حبايبي عشان خاطر نشبك الدور ببعضه. انا كده دخلت في الخرزة العمودية دي والاتنين النايمين والعمودية التانية اللي هي بتاعت اول الدور، يبقى كده معايا 4. هنحتاج كام علشان خاطر يبقوا سباعي؟ اهو انا دخلت كده اهوت، وشوفوا الخرزة العمودية اهيت. هنحتاج كام علشان خاطر يبقى سباعي؟ هنحتاج 3. هنحط 3. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله. ادي 1 2 3. كده حطينا ال3 اهوت يا حبايبي. هنرجع في اخر خرزة. تمام، ونعمل العقدة بتاعتنا. تمام، واحنا كده هننهي الفانوس بتاعنا بس لحد كده، وعلشان خاطر وقت الفيديو، ونرجع لكم في جزء تاني ان شاء الله بإذن الله. اتفرجوا علينا في الجزء التاني، ومع السلامة، باي باي.